السلام عليكم. اليوم جبت لكم كيكه بالشوكولاته والقهوه بيضتين فقط، سهله واقتصاديه وبدون تعقيدات، كتجي خفيفه طالعه، فخليكم معايا للاخير. غادي نحتاجو في المكونات 2 بيضات، نضيفوا لهم قبسه ملح وكاس سكر. غادي نخلطوا السكر والبيض حتى يذوب لينا السكر في البيض، ما يبقاش حبيبات، غير بالخلاط اليدوي. عاد غادي نضيفوا لهم نصف كأس زيت ونخلطوه كذلك. وغادي نحتاجوا الكأس قهوة، اما نعصروها ولا ناخذ ملعقة قهوة سريعة الذوبان ونخويو عليها الماء اللي سخون، نخلطوها ونخليوها جانبا حتى تبرد، عاد نخدموا بها. غادي نحتاجوا 2 كؤوس دقيق. غادي نضيف الكأس الاول نخلطو، عاد غادي نضيف الكأس الثاني. دقيق يكون نوعية جيدة وضروري نغربلوه في الكيك. غادي نضيف الكأس الثاني، غادي نضيف معاه 2 خمارات، 14 غرام بيكين باودر، وغادي نضيفو الكاكاو ساشي ولا 2 ولا 3 اللي بغيتو ضيفوه. انا غادي نضيف 2 ساشيات، 2 معالق كاكاو، ونغربلوهم كذلك ونخلطو. هذا هو القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون. ملي كتهزوا يديكم الفوق كيبقى خيط ما كيتقطعش صافي، وكنفرغوه في مول بالشكل اللي بغيتو، ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق وندخلوها للفرن على حراره 170 درجه حتى كطيب ونخرجوها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا زينتها بالشكلاط كيف كتلاحظوا، كتجي رائعه، كتجي طالعه خفيفه. اما المذاق فكيجي رائع، ما تشبعوش منها، مذاق القهوه والشوكولاط. الى عجباتكم وصفه اليوم ما تنساونيش باللايك للتشجيع، اشتركوا في القناه ليصلكم دائما الجديد، وخليوا لي تعليق الى جربتوا هاد الكيكه.